السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. أكد الأرجنتيني هرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي أن هدفه التأهل إلى المراحل النهائية من بطولة انتركونتيننتال، وذلك قبل مواجهة الأهلي في الدور الربع نهائي. وتأهل فريق العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في بطولة كأس انتركونتيننتال عقب الانتصار الكاسح على نظير أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 في المباراة أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب هزاع ابن زايد في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024 ضمن منافسات الدور التمهيدي. وبهذا الفوز يضرب الفريق الإماراتي موعدا مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي يوم 29 أكتوبر المقبل، العين ضد أوكلاند. وقال كريسبو في تصريحاته عقب المباراة لم تكن سهلة، وأنا سعيد جدا ببقاء العين ضمن الفرق الخمسة بالبطولة، وهدفنا هو الوصول إلى قطر في الأدوار النهائية. وأضاف مدرب العين: ننتظرون أكثر من شهر على مباراتنا ضد الأهلي المصري، وهذا يجعلنا نتجه إلى الاستحقاقات المحلية والآسيوية التي تنتظرنا. ووصل كريسبو تصريحاته قائلا: سنعمل بنفس الفكر والأسلوب بمنح الفرصة بشكل متواصل لكافة اللاعبين لدينا للظهور في المباريات من أجل إراحة البعض منهم. وتابع المدرب الأرجنتيني: أكثر ما أسعدني هو عدم الخروج بأي إصابات على مستوى اللاعبين، وهذا هو الأهم بالنسبة لي. نريد أن نحافظ على اللاعبين قدر المستطاع، وهذا ما دفعني لإراحة عددا كبير. العين ضد الأهلي، ومن المقرر الفائز من مواجهتي التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل. وستجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء ديسمبر، التي تضاف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022. وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام جديد تتخلل منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلفة للاتحادات القارية الستة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، وبالتوفيق للأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.